رئيس الجمهورية يستقبل زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي لتعزيز العلاقات الثنائية. وبمناسبة حضورها إلى الجمهورية، شبكة النساء البرلمانيات تنظم مأدبة عشاء فاخرة. جولات تفقدية للاطلاع على أوضاع المياه في العاصمة إنجمينة. أهلا بكم. بدعوة من رئيس الجمهورية التشادية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، قامت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبين بزيارة إلى تشاد، حيث تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية، وتباحث الطرفان حول مستقبل العلاقات الثنائية بين تشاد وفرنسا، مؤكدين على أهمية السيادة الوطنية لبناء تشاد. من جهتها أكدت لوبين أنها جاءت كصديقة لتشاد، مشيرة إلى توافقها مع رؤية الرئيس ديبي لتحقيق السيادة والاستقرار في البلاد. نظمت شبكة النساء البرلمانيات والوزيرات في البلاد مساء اليوم مأدبة عشاء بفندق راديسون بلو على شرف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الشبكة. وقد شكل هذا الحدث مناسبة لتبادل الآراء والمناقشات حول القضايا السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون بين نساء البرلمانيات على المستوى الدولي وتعزيز دور المرأة في السياسة. وكانت مارين لوبان قد وصلت إلى البلاد بدعوة من رئيس الجمهورية التشادي المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث التقت مع الرئيس وناقشت علاقات التعاون بين تشاد وفرنسا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز السيادة الوطنية والاستقرار في تشاد. قام الدكتور آدم فورتي أمادو المدير العام للشركة التشادية للمياه بجولة ميدانية برفقة زملائه والفنيين في عدد من أحياء العاصمة إنجمينة، بهدف تحسين خدمة مياه الشرب وتلبية احتياجات السكان في ظل موجة الحر الحالية. وقد شملت الجولة العديد من البلديات، حيث تم تحديد مشاكل مثل تسربات في الشبكة ونقص المياه في بعض المناطق، بالإضافة إلى تعطل أعمال الطرق التي أثرت على وصول المياه. وأكد الدكتور أمادو على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكل إمدادات المياه بسرعة وشفافية، مشددا على التزامه الشخصي بتحسين الخدمة وضمان استجابة سريعة لمخاوف السكان. قدم الناطق الرسمي باسم الخريجين العاطلين عن العمل في تشاد الأمين محمود أبا كشك بيانا صحفيا صباح اليوم يطالب فيه الحكومة التشادية بإدماج الخريجين في الوظيفة العامة دون قيد أو شروط. نتابع. اليوم عندنا بيان صحفي باسم الخريجين العاطلين عن العمل نقدم للحكومة التشادية وللرأي العام، نطالب فيه الحكومة التشادية وخاصة وزارة الوظيفة العامة بتطبيق تعليمات هنا مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو قبل شهور، قال يوظف شنو الشباب، وداكو الشباب مستعدين عشان يكونوا شنو في المستقبل ويكون لهم مستقبل مشرق. اليوم لمينا ده نهج في كلام هنا بريمير مينستر يوم داك أنت تعليمات من مشير تشاد إلى وزير الوظيفة العامة، قال شنو يوظف الشباب، وحتى الآن شيء كم ملموس كي ما في، يعني واحد داير يوظفوه لابد يدفع اي مليون أو دي مليون أو 3 مليون عشان يجي له منصب أو وظيفة في الوظيفة العامة. لكن أننا دايرين العمل بالواقع شيء ملموس عشان الشباب ده يقدروا يدخلوا شنو راسهم ويلقوا مكان العمل، لأن منهم كمول عندهم 10 سنة، وواحدين عندهم 15 سنة، وواحدين عندهم 20 سنة، كلها قاعدين حتى الآن ما شنو لقوا شيء ملموس قاعد في الأرض الواقع. عشان ده أنينا كلها إذا كان وزير الوظيفة قال كلامه ده وكله يحارب للناس القى يطفوا رشوة ده، فأنينا كلها شنو لقى لنا حلو بالحين الكلام ده إذا كان كلام فعلا وحقيقي، ده علينا كل حلو لنا ونسانده. علينا نرجو من الحكومة التشادية بصفة عامة إدماج حقنا ودخلين حقنا في الوظيفة العامة، لأن انتظرنا كثير وقانا حج كثير، وده حقنا عشان نوجه رسالة حقنا للدولة ولمشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو. وأخيرا نؤكد دعم حقنا لمشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، فنتمنى له طول العمر وللحكومة الجديدة بقيادة اللماي أهالينا، لأن فترة الانتقالية كلها اكتملت والجمهورية كلها اكتملت، فنتمنى إن شاء الله البلد تعود للدستور كما
في سياق متصل، نشد بعض أعضاء الجمعية الخريجين مطالبين المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالوقوف معهم ومساندتهم بتوفير فرص العمل للشباب. نتابع. نحن الشباب التشادي نعاني بشدة بسبب عدم وجود الوظيفة العامة أو عدم إتاحة التوظيف بشكل عام، فنطلب من المشير محمد إدريس ديبي إتنو والمسؤولين الكبار أن مثلا يفكروا للشباب التشادي، لأنه غياب الوظيفة يؤدي إلى ضياع الشباب التشادي، منه السرقة. هسه شباب القى يمشي يسرقوا ويقرسي ناس يقتلوا ناس ما بقدرتهم، كلام ما في وظيفة وشغل يخطوا فوق عقولهم ما في. طالب من الحكومة، نطالب يعني من رئيس الوزراء وأيضا من وزير الوظيفة العامة باندماجنا يعني في الوظيفة الجاية الذي يعني شنو سمينا رئيس الجمهورية تكلم عنها، ووزير رئيس الوزراء قال يعني يريد أن يطبق هذا القرار. نحن كذلك يعني نريد اندماجنا من دون أي شروط يعني في الوظيفة العامة الجاية. إذن أنا واحد يعني من الخريجين العاطلين عن العمل، ولي يعني 3 شهادات مختلفة، يعني شهادة جامعية ملك فيصل، وأيضا المعهد الآلي لإعداد المعلمين، وأيضا لي شهادة هناك المركز التربوي إسيسكو. إذا نطالب من الحكومة يعني اندماجنا في الوظيفة. في إطار شهر رمضان المبارك، نظمت منظمة أجرو باستورال ليز إيرونديل يوم أمس السبت إفطارا متنقلا في دوار المحطة الثانية بحي شارع 40 متر. تأتي هذه المبادرة تحت إشراف رئيس المنظمة بهدف تعزيز قيم التضامن والتآخي بين المسلمين خلال هذا الشهر الفضيل. وفقا لرئيس المنظمة، فإن هذه المبادرة تسعى لتوطيد روابط الأخوة والتآزر التي تميز شهر رمضان، مما يعزز الروحانية ويشجع على التعاون الاجتماعي. وقد أتاح الحدث للعديد من الصائمين فرصة الإفطار في أجواء مليئة بالمحبة، مما أسهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي بين المشاركين. بمناسبة شهر رمضان المبارك، نظمت اللجنة الحضرية للصليب الأحمر في مدينة إنجامينا أمس السبت إفطارا متنقلا عند دوار دمبي. وجاءت هذه المبادرة تحت إشراف الأمين العام للجنة الحضرية السيد نينجا مباهيم إيمانويل لتعزيز قيم التضامن والتآخي مع المسلمين الصائمين. بعد توزيع وجبات الإفطار عند الدوار، اجتمعت الفرق المنظمة في مقر اللجنة الحضرية لإفطار جماعي حضره رئيس اللجنة الحضرية للصليب الأحمر في إنجامينا السيد مصطفى محمد مابودو، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان الإقليمية في العاصمة. في خطوة حاسمة تضع حدا للتكهنات حول مستقبله السياسي، أعلن الرئيس البنيني باتريس تالون رسميا أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة العام المقبل. جاءت تصريحات تالون خلال مقابلة أجرتها معه مجلة جون أفريك، حيث شدد على احترامه للدستور والتزامه بمبدأ التداول السلمي للسلطة، مؤكدا أن التغيير ضروري لتعزيز الديمقراطية وترسيخ المؤسسات. وضع هذا الإعلان حدا للتكهنات التي أثيرت منذ انتخابه رئيسا لبنين في عام 2016 وإعادة انتخابه في 2021، حيث استمر الجدل بشأن إمكانية سعيه لتعديل الدستور لتمديد فترة حكمه. ليؤكد تالون أنه لن يسعى بأي شكل من الأشكال للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية. أفاد مصدر ميداني بأن الجيش السوداني استهدف القصر الرئاسي في الخرطوم بالمسيرات، كما سيطر على مناطق بالعاصمة التي يقع جزء منها تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وذكر المصدر نفسه أن الهجوم على القصر الرئاسي بالمسيرات خلف تدمير عربة مقاتلة بمحيط القصر، كما تم رصد انسحاب عناصر من الدعم السريع نحو متحف السودان، فيما سيطر الجيش على محطة شروني وسط الخرطوم، كما سيطر على أحياء الخرطوم 2 ونادي الأسرة، كما أعلن الجيش السيطرة على أبراج النيلين شرق موقف شروني. أعلن الدفاع المدني السوري أن حصيلة ضحايا انفجار حي الرمل في مدينة اللاذقية الساحلية قد ارتفعت إلى 16 قتيلا، من بينهم 5 نساء و5 أطفال، إضافة إلى 18 جريحا. وأوضح الدفاع المدني أن الحصيلة غير نهائية، حيث ما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لاستخراج العالقين تحت الأنقاض. وأكد أنه وقع في مركز خردوات أسفل مبنى مكون من 4 طوابق، وأن الانفجار ناتج عن مخلفات حرب وفقا للمعطيات الأولية وشهادات
السكان. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا قد أعلنت يوم السبت عن الانفجار ووصفته بالقوي، مشيرة إلى أن السبب لا يزال مجهولا. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي لتعزيز العلاقات الثنائية. وبمناسبة حضورها إلى الجمهورية شبكة النساء البرلمانيات تنظم مأدبة عشاء فاخرة. جولات تفقدية للاطلاع على أوضاع المياه في العاصمة إنجمينا. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.